ايه اخبار الدستور ودور الحزب في الصياغه المرتقبه للدستور الجديد؟ طيب احنا شغال. طيب احنا طبعا مع الدوله البرلمانيه، مع مزيد من السلطه للشعب، فبالتالي هنكون مع البرلمانيه. احنا هنطالب وظل بنطالب، وده دلوقتي مكاسب. واحد بيقول لك احنا شايفين التيارات الاصوليه والتيارات الدينيه السياسيه بتزداد، وانتوا لكن هم نفسهم خطابهم بيتغير. يعني اول مره هم كلهم بيقولوا مدنيه، وهم احزاب فيها مرجعيه دينيه بيقولوا مدنيه، يعني معناها احنا بنتقدم مش احنا بنتراجع. حتى لما ما يكونش فيه يعني حضور جامد في اوقات، هتلاقي الفكره بتكسب. علشان كده انا بقول انه الفكر الصحيح والحق هيظهر مهما تاخر الوقت. وبالتالي البرلمان اللي جاي هيعمل جمعيه تاسيسيه. انا كلمه جمعيه تاسيسيه يعني من طبيعتها انها تمثل كل فئات المجتمع. يعني لازم العمال يمثلوا، الفلاحين يمثلوا، مش ضروري يعني حكايه ال 50% دي انا شايفها يعني اصطناعيه، لكن لازم المرأة تمثل، لازم المسلمين والاقباط يمثلوا، لازم الاطباء يمثلوا، لازم وهكذا. فجمعيه تاسيسيه تمثل كل طوائف الشعب، والبرلمان له ان يختار من قوائم كل الفئات دي بتعرضها. احنا بنسعى ان تبقى جمعيه تاسيسيه ممثله لكل طوائف الشعب، وده الطبيعي في عمل اي دستور. عشان كده حتى الجمعيه التاسيسيه دي ممكن يتم تكوينها من قبل الانتخابات البرلمانيه، لانها انت بتعرض مجموعه من القوائم من كل فئه من فئات الشعب، وبتعمل توافق عليها. لكن يبدو لنا ان هي الامور ماشيه في اتجاه البرلمان الاول وبعدين جمعيه التاسيس. الحزب عنده مشروع دستور مثلا او بيشتغل على حاجه زي كده؟ في فقهاء كتير في الحزب، ومشاريع الدساتير موجوده بكثره، لكن المبادئ اللي موجوده في الحزب، اللي موجوده في اعلان المبادئ اللي بين ايدين حضراتكم، هو اللي هيظهر في دفاعنا عن الدستور الجديد. هل لكم مرشح سيخوض انتخابات الرئاسة؟ وإن كان لا، فهي يعني مين اللي انتوا شايفينه يمثل مبادئ الحزب من المرشحين المطروحين على الساحة؟ هو حقيقة طبعا الحزب ما يعني موضوع الرئاسة هو موضوع يعني يعتبر يعني هيجي بعد الانتخابات البرلمانية، فبالتالي هو الحزب ملوش موقف لغاية دلوقتي موحد سياسي واضح في الانتخابات الرئاسيه. احنا كل تركيزنا النهارده على بناء الحزب والدخول في الانتخابات البرلمانيه، والموضوع ده يعني يؤجل الى ما بعد الانتخابات البرلمانيه. السؤال اللي وراه على طول على الانتخابات البرلمانيه: ما هي ترتيبات الحزب لخوض انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر المقبل، وخاصه بالنسبه للمحافظات؟ أنا حبيت أقراه زي ما هو، بس في أسئلة كتير بتدور في نفس الفلك وبتتكلم عن هتعملوا إيه لو يعني إيه الطموح بتاع الحزب للانتخابات، عايزين قد إيه، عايزين كام في المية، متوقعين تاخدوا مقاعد في مجلس الشعب ولا لا، وقد إيه. وكلها بتتكلم عن انتخابات مجلس الشعب. هل في آليات لمنع التزوير؟ احنا كحزب هننزل بقوه في الانتخابات اللي جايه. احنا ابتدينا نشتغل من اقل من شهر. دلوقتي واحنا بنتكلم معاكم عندنا مندوبين في 28 محافظه، عندنا اعضاء في 28 محافظه، وعندنا عدد كبير من المرشحين اللي كان بيتم التزوير ضدهم او اللي كسبوا بالرغم من التزوير قبل كده هيبقوا معانا. في مرشحين جدد هينزلوا من الحزب. الدكتور عمرو الحمزاوي هينزل ان شاء الله، والاغلب انه هينزل في المنيا. الدكتور زياد بهاء الدين هينزل في اسيوط. الاستاذ زياد العليمي هينزل في القاهره. يعني في مرشحين جدد نازلين، والحزب هينزل في الانتخابات بقوه. احنا بنسعى لعمل ائتلاف مع كل القوى التي تؤمن بالحريه وبالدوله المدنيه ومع الائتلاف الوطني.
احنا موجودين في الشارع وموجودين في التحرير وموجودين في كل الائتلافات الثوريه اللي بتقوم دلوقتي، وهنستمر في عمل الائتلافات دي. واحنا نطمح انه ائتلاف الثوره وائتلاف القوى الجديده والائتلاف المدني يحصل على الاغلبيه ان شاء الله، واظن ان عدد كبير من المرشحين هيكونوا جزء من هذا الائتلاف. سؤال موجه للمهندس هشام بالذات، هل تحتاج إلى تأسيس كل يوم حزب جديد؟ هو موجه لحضرتك، أنا مش عارف ليه. حتى نبني مصر. بس عشان أجاوب. هل تحتاج إلى تأسيس كل يوم حزب حتى نبني مصر؟ لماذا لا تندمج مع أحزاب أخرى طالما تنادي بنفس المبادئ، أم أن هذا هو الإحساس بالحرية؟ هو الموضوع ببساطة إن أي ثورة بتقوم اوتوماتيك على طول بيطلع منها احزاب جديده وافكار جديده. يعني هو مش يعني ما حصلش ان في ثوره قامت، يعني ثوره شعبيه بالمفهوم يعني المعروف، وبعديها على طول الناس بعد ما عملت الثوره دخلت في الاحزاب اللي كانت موجوده قبل كده، اللي هي احزاب يعني كانت متكلسه بصوره او باخرى غصب عنها، هي كانت عايزه كده. ده موضوع طبعا يعني كل واحد يقيمه بطريقته الشخصيه. فهو الطبيعي ان الاحزاب بتتكون بعد الثورات، والوضع اللي احنا موجودين فيه ده مش وضع استثنائي. يعني اسبانيا بعد فرانكو مثلا في السبعينات كان عملوا 42 حزب. يعني الموضوع ما هوش احنا ما وصلناش طبعا للرقم ده، احنا بعدين عنده تماما، وكل اللي اتكون اليومين دول. لا انا بتكلم ان بعد الثوره فيعني الوضع طبيعي ان يحصل تفتيت شويه، بس اكيد طبعا الانتخابات انا ما اعتقدش يعني ان الناس هتخش بالطريقه دي. اكيد يعني الناس هتتكاتل مع بعض عشان تقدر تحصل على اصوات، يعني مش ممكن كل حزب يخش لوحده. يعني الحزب بتاعنا هو حزب اندمج وبيندمج، يعني احنا 3 أو 4 أحزاب اندمجت في بعض عملت الحزب المصري الديمقراطي، و3 أو 4 حركات حقوقية وحركات سياسية أخرى، فيعني 7 8 حركات اندمجوا على نفس المبادئ. أنا يوم السبت هقابل حزب تاني عايز ينضم، يوم الأحد هقابل حزب ثالث عايز يندمج، فإحنا اوريدي حزب عباره عن اندماجات احزاب. احنا اتكلمنا عن قرب مع حزب الجبهه، اتكلمنا وهنأتلف مع كل الاحزاب المدنيه او نندمج. يعني الفكره الاندماج والاتفاق والائتلاف وارده، ولكن انا بقول دلوقتي انه حتى لما يحصل حزب ويجمع ناس ده كويس، بعد كده هيبقى في كيانات قادره انها تندمج وانها توحد نفسها. انما الناس لما تلاقي نفسها مستريحه لبرنامج، مستريحه لاشخاص، مستريحه لاليات معينه والروح معينه في الحزب وفي المكان، تنتظم فيها وبعدين تندمج في احزاب ثانيه او تأتلف مع احزاب. ما هو تواجد الحزب في المحافظات وخاصة الصعيد؟ والسائل يضيف انها التي عانت اهمالا لفترات طويلة. زي ما قلت يعني نجم الحزب البارز عمرو الحمزاوي في المنيا، نجم اخر الدكتور زياد بهاء الدين في اسيوط. احنا كنا في سوهاج الاسبوع اللي فات وكان في تجاوب عظيم جدا عندنا في قنا وفي اسوان، وعندنا اهتمام خاص بالنوبيين. فالصعيد في قلب الحزب كما كل التنوع والثراء الحضاري في مصر. في سؤال تكرر كثيرا بطرق متعددة، بيمدح في أهداف الحزب الجميلة لكن يرى أن الآليات لم يتم توضيحها. إزاي هتنفذ الكلام الحلو اللي أنت بتقوله؟ وانا يعني عندنا آلية أساسية، وهذه الآلية هي مزيد من القوة للشعب، مزيد من القوة للفرد، للمجموعات، انها تشارك بالرأي، انها تشارك في المفاوضة، انك تدي ميكانيزمات لكده. فالديمقراطية الاجتماعية عندها تراث واسع جدا من الآليات المختلفة. فأنا شرحت ده وهيبان أكتر تفصيلا في البرنامج بتاعنا اللي هينزل تفصيلا 30 صفحة أو 40 صفحة قريب، وبعدين 200 صفحة قبل الانتخابات اللي جاية. إنما الآليات هي إن أنت تنظم الشعب في نقابات، في أحزاب، في اتحادات عمال، في اتحادات طلبة، في تعاونيات فلاحية، وتدي الفرصة لكل واحد يتكلم، فبالتالي مزيد من الشفافية، تدي لكل واحد يشارك
في العملية السياسية والعملية النقابية والعملية المهنية، وبالتالي مزيد من المشاركة، مزيد من التشارك، وبالتالي مزيد من السلطة للشعب، ومزيد من تحقيق أهداف الحزب. كنت عايز اضيف بس على النقطه دي بصفه يعني مقرر اللجنه الاقتصاديه. طبعا احنا عندنا علامه اللي هو دكتور حازم الببلاوي، فاحنا برضو تسالنا في الاول يعني اللجنه الاقتصاديه فيها 35 واحد، هنعمل ايه؟ يعني هو حازم الببلاوي مين هيزايد عليه؟ يعني هل احنا مثلا في حد فينا بيفهم في الاقتصاد اكتر منه؟ بالتاكيد لا. يعني في حد ممكن يعمل برنامج اقتصادي متكامل احسن منه؟ بكل تاكيد لا. لكن احنا بنمارس زي ما الدكتور ايهاب بيقول ان احنا بنمارس الديمقراطيه جوه الحزب. في لجنه اقتصاديه هدفها نمره واحد ان هي تعمل برنامج للحزب في الاقتصاد، واكيد هيبقى في اضافات حتى لو قليله للبرنامج اللي هو مثلا عامله الدكتور حازم، تمام؟ او الافكار اللي عنده في الاقتصاد. وهو ده اهميه الحزب. يعني الحوار اللي احنا بنتحاور فيه مع بعض ال 35 واحد مع الامانات مع الناس على المدى البعيد، هو ده اللي بيعلم الناس الديمقراطيه. يعني مش ما نعرفش ديمقراطيه اساسا، نتعلم ان احنا نستمع لبعض، نتعلم ان ممكن واحد ملوش اي علاقه بالاقتصاد ممكن يقول فكره كويسه جدا، مع الوقت ممكن هو يطور الفكره دي او المجموعه اللي معاه تطور الفكره دي. لما نعرضها على واحد في الحزب خبير زي الدكتور حازم ممكن ان دي تنضاف لبرنامج الحزب. فيعني الناس ما تطالبش الاحزاب الجديده اللي هي لسه متكونه ولا حتى الاحزاب اللي